السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا النهارده نعمل ايس كريم بالمية وفي الخلاط، يعني اسهل من كده مش هتلاقوا. وهنعمل كمان طريقة تانية بالحليب مش بالمية. هنعمل 7 أطعمة من الايس كريم بطريقة تحفة وسهلة جدا واي حد يقدر يعملها، وهقولك كمان على سر المطة اللي بنلاقيها في الايس كريم الجاهز. احفظوا الفيديو ده عندكم وجربوا الوصفات دي، بجد ان شاء الله تنجح معاكم من اول مره. بس تابعوا الفيديو للاخر وما تنسوش ان انتوا لو عجبكم الفيديو ده انكم تعملوا لايك وكمان تشتركوا في قناتي عشان تشوفوا ان شاء الله كل يوم وصفه جديده. وكمان اعملوا شير كتير عشان غيركم يستفاد. وما تنسوش كمان انكم تسيبوا لي تعليق صغير برايكم في الوصفه. وما تنسوش كمان انكم تفعلوا الجرس الموجود تحت الفيديو عشان لما انزل اي وصفه جديده يوصلكم اشعار ليها. اول وصفه معانا هعملها بالجيلي. الجيلي في ناس كتير بره مصر بيسالوا هو ايه الجيلي ده. الجيلي ده هو عباره عن جيلاتين حيواني مضاف له لون وطعم. اول حاجه كده اخدت الباكو ده وفضيته. هضيف معاه بقى نص كوبايه من الميه، طبعا ميه من الحنفيه عادي مش سخنه ولا دافيه ولا اي حاجه من الكلام ده. وبعد كده هضيف معلقه من النشا، معلقه زي ما انتم شايفين، معلقه مليانه. وهقلب كده على البارد زي ما انتم شايفين. طبعا كميه صغيره، ما كترناش ميه مع الجيلي خالص. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه مع بعض. هقلب بقى كويس جدا كده الكلام ده، وبعد كده هرفعهم على النار، بس لازم نقلب كويس علشان النشا ما يعملش تكتلات. شايفين لونه حلو ازاي؟ مش هنحتاج طبعا ان احنا نحط الوان صناعيه ولا اي حاجه في وصفه النهارده. هرفعهم بقى على النار، اول ما يغلوا كده ما بتاخدش اكتر من دقيقه وبنلاقيها تقلت وعملت فقاقيع كده. البابلز اللي طلعت دي معنى كده ان خلاص الخليط بقى تمام. بعد كده بقى هجيب بوله وهحط فيه الخليط ده. انا عايزه اقول لكم ان الوصفه دي مش موجوده على اليوتيوب، الوصفه دي انا اللي عملتها وبجد طلعت ناجحه جدا وممتازه، جربوها بجد هتتبسطوا جدا جدا من النتيجه. هنا بقى هضيف الخليط ده في بولة كده، وعملت نفس الكلام مع جيلي الفراولة. حطيت له برضو معلقة كبيرة من النشا ونص كوباية من المية ودوبتهم كويس جدا. وبعد كده هرفعهم برضو على النار، واول ما تبتدي تظهر الفقاقيع دي هبتدي خلاص ان انا اشيله من ولو على النار مستعجلين واحطه تقدروا برضو في تسيبوه بولة يبرد على كده الرخامة واسيبه يبرد شوية، على وبعد جنب. كده بندخله التلاجة او بندخله الفريزر لمدة دقايق بس علشان يكون معانا بالشكل اللي هتشوفوه. احنا كل اللي محتاجينه ان هو يبرد بس، يعني مش شرط خالص ان هو يجمد شوية او يتماسك او الكلام ده خالص. كل اللي محتاجينه ان هو يبرد شوية. ممكن تخلوه في الفريزر شوية، تخلوه بره على الرخامة، تخلوه انا يعني سبته يبرد في شوية على التلاجة، الرخامة وبعد كده دخلته براحتكم برضو الفريزر خالص. لمدة 10 دقايق وبقى بالشكل ده. هتشوفوا القوام معايا دلوقتي. دلوقتي بقى هجيب الخلاط بتاعي وهبتدي ان انا احط كوباية ونص كده كبار من المية. وحطيت نص كوباية من الكريم شانتيه. انا هنا بقول لكم الكوباية اللي انا حطيت بيها المية مقياسها 250، يعني بنفس مقياس الاكواب المعيارية. كتير بيسألني برضو في التعليقات وبيقول لي هي الحجم بتاعها قد ايه او كده. هنا بقى هضرب الكريمة دي مع المية، هضربها كويس جدا. انا عايزه اقول لكم برضو ان الميه اللي انا استخدمتها ميه من الحنفيه، مش شرط خالص تكون ساقعه. انا هخلط بقى لمده دقيقتين بس كده. زي ما انتم شايفين هي مش هتتقل قوي عشان طبعا الكميه بتاعت الكريمه قليله. كده يعتبر احنا هنستخدم النهارده كميه كريمه قليله، يعني الوصفه اقتصاديه جدا. شايفين هي وصلت للقوام ده، تقلت شويه ومع ذلك ما تقلتش قوي زي ما احنا متعودين على شكل الكريمه العادي. بصوا هنا الجيلي عشان حطيته بقى في الفريزر لمده 10 دقايق بس، تماسك كده شويه زي ما انتم شايفين. في المرحله دي بقى انا هحطه على خليط الكريمه وهبتدي ان انا اضرب كمان. بس كده حطيت بقى الكميه كلها وهنضرب كل الكلام ده كده مع بعضه. شايفين هتبتدي بقى ان لونها هيبقى حلو قوي. عايزين تضيفوا الوان في المرحله دي ممكن تضيفوا لون برتقاني يعزز الطعم برضو براحتكم خالص، بس انا ما حبيتش، حبيت ان هو يبقى حلو كده. هنا بقى المفروض ان انتوا بتدوقوا الخليط ده. لو لقيتوه ان هو ناقص سكر بالنسبه لكم ضيفوا معلقتين سكر. لو اكتفيتوا بالسكر الموجود في الجيلي براحتكم برضو عشان ده حسب الذوق. انا دقته لقيته محتاج سكر فانا ضفت معلقتين من السكر. انتوا برضو دوقوا كده وانتوا شغالين. حابين برضو تضيفوا 3 معالق من السكر عشان انتوا حابينه مسكر اكتر ضيفوا برضو. بس معلقتين السكر مع كيس الجيلي الاتنين مع بعض خلوا الطعم مظبوط جدا. دلوقتي بقى انا جبت العلب، شايفين الخليط مش تقيل خالص. الخليط مش كريمي قوي، هو كريمي مليان هوا، مليان هوا طبعا من ضرب الخلاط، بس مش تقيل زي ما انتم شايفين. هحط بقى كده في العلبة
زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هنعمل مع بعض دلوقتي بقى الخليط التاني. شايفين لونه؟ ممكن تضيفوا لون يعني لو مش عاجبكم من اللون ده، بس هو لونه حلو قوي في الاخر لما بيجمد لونه بيبقى اقوى من كده كمان. هنا بقى في النوع التاني انا حطيت برضو كوبايه ونص من الميه، وحطيت معلقتين سكر معاهم في البدايه عشان لقيت ان معلقتين السكر ظبطوا الطعم الاولاني، فانا حطيت هنا من البدايه معلقتين من السكر، وحطيت كمان نص كوبايه كده من الكريم شانتيه. وهبتدي ان انا اضرب برضو كويس جدا. شايفين؟ طبعا مفيش اسهل من كده في الخلاط، وحطوا كل المقادير وبس على كده يعني، ولا ضرب بقى بمضرب ولا اي حاجه من الكلام ده. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي كمان تنفع لو انتوا حتى الخلاط بتاعكم بايظ او مش عندكم اصلا، تقدروا ان انتوا تستخدموا المضرب اليدوي برضو براحتكم برضو خالص. هنا بقى جيل الفراوله ما كانش مديني لون قوي، فانا حبيت بقى ان انا اعزز اللون، فحطيت لون الالوان الصناعيه طبعا كلكم عارفينها، وانا استخدمتها معاكم قبل كده كتير، وقلت لكم ان هي نوع كويس جدا مصرح بيه من وزاره الصحه. واسمها شفتوه دلوقتي، ممكن تعملوا سكرين لو عايزين ان انتوا تجيبوا شبهها او زيها، ممكن تجيبوه هتلاقوه عند محلات مستلزمات الحلواني، موجود يعني في كل حته دلوقتي. دلوقتي بقى كده فضيتهم في علبه، وانا حبيت بقى ان انا اعمل ستيكس كده. العلب دي طبعا موجوده برضو عند محلات مستلزمات الحلواني او اي حد بيبيع اللي هي الادوات المنزليه للمطبخ يعني وكده. حبيت بقى ان انا بعد ما انا فضيت يعني في الاربعه دول، انا حبيت ان انا اعمل هي الستيكس اللي بتبقى لونين. لو كنت افتكرت قبل ما افضيهم كنت عملتهم كلهم لونين، بس ما افتكرتش غير في اخر واحده دي. بس يلا مش مشكله، انتوا لو حابين ان انتوا تعملوها كده اعملوهم كلهم كده وما تنسوش زيي. بجد والله عجب الولاد جدا، وطعمها كانت تحفه وشبه الجاهزه كده وحلوه قوي. هقفلها بقى كده. انا جبت ورقه ألمونيوم علشان اثبت الستيكس فوقيها كده. المفروض ان الحاجات دي انا جايباها اصلا بالستيكس بتاعها بلاستيك كده بس هم حابين ان هي تتعمل شبه الجاهزه، فقالوا لي لا يا ماما احنا عايزين اللي هي اللي بتبقى خشب. فانا جبت لهم ده. الحاجات دي يا اما بتتباع في الصيدليه، اللي هي ستيكس الخشبيه دي بتتباع يا اما في الصيدليه يا اما عند محلات مستلزمات الحلواني، بتلاقوهم كده مع بعض كده بيتباعوا كميه كبيره يعني. دلوقتي بقى انا هغطي عشان لو العلب، لازم دخلتوها تكون الفريزر وهي مش العلب متغطيه محكمه هتعمل الغلق على ومقفوله سطحها كويس كده علشان بلورات من التلج، وهتضايقكم كده وانتوا بتاكلوا الايس كريم. ودخلتها الفريزر لغايه ما جمدت خالص كده. هنا بقى هبتدي ان انا افكها كده وهنشوفها مع بعض. شكلها قمر خالص وشكلها بجد تحفه. شايفين؟ متماسكه طبعا جدا زي الفل. هنا الستيكس دي لازم ان انتوا تستخدموا ميه دافيه، تحطوها كده في بولة كبيرة، وبعدين تسقطوا فيها القوالب دي علشان تتفك معاكم بكل سهولة، وانتوا بترفعوها ما تتكسرش، وانتوا بتطلعوها يعني من القالب ده ما تتكسرش منكم. شايفين؟ بتطلع كده. شايفين بقى اللي هي لونين دي بجد تحفة. المرة الجاية ان شاء الله هبقى اعملهم كلهم كده لونين لما اعمله تاني، عشان بجد طلع شكلها حلو قوي وعجبت الولاد جدا. وانتوا كمان اعملوا كده، اعملوا لهم حركات كده حلوه تفرحهم، عشان بجد يحسوا ان هم بياكلوا حاجات جاهزه. وعايزه اقول لكم ان ده احسن من الجاهز كمان 100 مره، وخصوصا كمان ان هو انضف كمان. شايفين بقى هنا وانا بطلع الايس كريم، شايفينه مخربش ازاي؟ الخربشه دي وانتوا بتقطعوا كده بالمعلقه الايس كريم، ده اكبر دليل ان الايس كريم فعلا قوامه حلو قوي ومظبوط جدا. شايفين؟ طبعا احنا متعودين ان احنا لما بنيجي نطلع الايس بنخليه يرتاح شويه على الرخامه علشان يبقى سهل معانا في التقطيع. ما ينفعش ان احنا نطلعه من الفريزر على طول ونبتدي ان احنا نقطع يعني بالمعلقه، يعني عشان تسهلوا على نفسكم. المره دي بقى ملكوش حجه خالص. يعني الوصفه اللي فاتت لما نزلتها كتير منكم قالوا لي طب احنا لو ما عندناش مضرب كهربي نعملها في ايه؟ المره دي اكيد مش هتقولي لو احنا ما عندناش خلاط هنعملها في ايه. كتير منكم جرب الطريقه الاولى اللي انا عملتها الفتره اللي فاتت وعجبتهم جدا. المره دي الطريقه ارخص بكتير واسهل بكتير من الطريقه اللي فاتت. جربوا الطريقه دي كمان وبجد متاكده انها هتعجبكم، وخدوا الوصفتين عندكم واعملوا بقى الوصفه اللي انتوا تحبوها وقت ما تيجوا تعملوا تاني. وبكده نكون خلصنا الوصفه الاولى للايس كريم. يلا بينا بقى نبتدي في الوصفه التانية. بس انتوا لو وصلتوا معايا لغايه هنا ولسه ما عملتوش لايك فاعملوا لايك حالا. ودلوقتي بقى نبدا وصفتنا التانية، وهي وصفه اقتصاديه جدا هنعملها بالحليب بقى. هنعمل 4 أطعمة من الايس كريم. واول حاجه كده عندي لتر من الحليب، هحط عليه 3 معالق من النشا، وكمان هزود عليه كوبايه من السكر.
الكوبايه من السكر ما تقلقوش مش هيبقى حلو قوي او سكرته زياده ولا اي حاجه من الكلام ده، سكره هيكون مظبوط جدا. وتاني حاجه احط عليه 3 معالق من الحليب البودر، اصلا علشان احنا الوصفه دي زي ما قلت لكم اقتصاديه مش مستخدمين فيها حليب مكثف، فالثلاث معالق دول هيظبطوا الطعم معاكم جدا وكأنكم مستخدمين حليب مكثف بالظبط. هقلب بقى كل الكلام ده كويس جدا جدا كده على البارد طبعا قبل ما اطلعه على النار خالص، علشان ما يكلكعش معانا النشا واحنا بنقلبه على النار. دلوقتي بقى هرفعه على النار وهقلب باستمرار، مش هوقف تقليب، هو تقريبا يعني اقل من 3 دقايق وهيكون جاهز معانا. هقلب كويس جدا. طبعا الحليب انا غلياه وسبته يبرد خالص وبعد كده استخدمته. الحليب المفروض ان هو بيبقى حليب من عند اللبان، بيبقى كامل الدسم عشان يبقى طعم الايس كريم يبقى حلو كده وغني. ممكن كمان لو عندكم قشطة لو هو مش كامل الدسم ولا حاجة زودوها، هيبقى برضو كله بيعزز من الطعم. هنا اول ما ظهرت الفقاقيع دي بيبقى كده خلاص الخليط تمام وزي الفل. هرفعه بقى من على النار كده وهركنه على جنب. ودلوقتي بقى هقول لكم على المكون اللي المفروض ان انتوا لازم تحطوه على الوصفة دي، وهقول لكم كمان الثلاث بدايل ليه. هما بديلين الحقيقة مش 3، بديلين للمكون اللي احنا هنستخدمه النهاردة، علشان لو هو مش موجود عندكم استخدموهم علشان يديكم ايس كريم تحفة وقوامه حلو قوي وبيمط جدا. المكون ده هو عسل الجلوكوز، البطرمان ده كله على بعضه ب10 جنيه، يعني مش حاجة خالص. المفروض ان احنا بنجيبه بيبقى موجود عندنا في البيت على طول، بنحطه على الشربات، بنستخدمه مع البسبوسة. كل ده يعني موجود في كل بيت دلوقتي ومتوفر طبعا في كل حتة. اللي ما يعرفوش هو موجود في محلات مستلزمات الحلواني، موجود عند العطارين تقريبا برضو. هاخد منه معلقة واحدة كبيرة كده مليانة، حطيته في المرحلة دي علشان بيكون الخليط لسه سخن، فأول ما هنزل معلقة العسل الجلوكوز دي هتدوب بسرعة من طبعا السخونية. هقول لكم بقى على البديلين بتوع عسل الجلوكوز عشان انتوا لو مش متوفر عندكم، يا اما تستخدموا عسل نحل يا اما تستخدموا شربات تقيل، وفي الحالتين هتستخدموا نفس المعلقة، تستخدموا معلقة كبيرة كده مليانة وبس كده، علشان تظبط معاكم القوام ويديكم المطة الحلوة والطعم الحلو كمان، عشان تعملوا حاجة تكون يعني مش اقرب للجاهزة، لا ويمكن كمان احسن من الجاهزة بكتير جدا. غطيت الحله بورق ستريتش وسبتها بقى كده على جنب تبرد، وبعد كده هدخلها التلاجة بقى لغايه ما اجي استخدمها بعدين. هنا بقى هنفرم الفاكهه اللي هنستخدمها في الايس كريم. اول حاجه كده استخدمت الاناناس، طبعا منتشر قوي اليومين دول الاناناس اللي هو بيبقى لونه برتقاني كده. انا لما عملته بجد اي حد بيدوقه بيستغرب هو ده مانجا ولا ايه بالظبط، طعمه حلو قوي وانا حبيت ان انا اعمل منه ايس كريم النهارده، بجد كان تحفه وعايزاكم تجربوه هتحبوه قوي على فكره. عجبني جدا جدا، كنت اول مره اعمل ايس كريم اناناس قريب كده من طعم المانجا وبيكون حلو قوي، واللي هياكل الايس كريم ده اصلا هيبقى محتار هو ده مانجا ولا ايه. هنا ضربتهم بقى وسبتهم على جنب، وبعد كده كان عندي فراوله برضو في الفريزر طلعتها. المفروض ان الحاجات دي بتتضرب بتكون لسه ما فكتش من التلج شويه، يعني بيكون لسه فيها كده كريستالات من التلج، فبنضربها علشان تبقى معانا كويسه او تتضرب كويس. هنا بقى بعد ما ضربتهم سبتهم على جنب، وهنا في بولة كبيرة حطيت كوبايتين من كريم شانتيه خام من غير سكر طبعا خالص. بعد كده بقى هجيب عليه كوباية من الحليب الساقع وهضربهم بقى كويس جدا كده مع بعض. هضربهم بمضرب كهربي او مضرب يدوي، مش شرط على فكرة يكون عندكم مضرب كهربي عشان تعملوا الوصفة دي، تقدروا كمان ان انتوا تعملوها بالمضرب اليدوي العادي خالص. ممكن كمان لو ما عندكوش ده او ده يعني قلبوا بمعلقة عادي خالص. هضربهم بقى كويس جدا كده زي ما انتم شايفين، وهوريكم برضو القوام هيبقى تقيل جدا. شايفين القوام بيبتدي يتقل. حاولوا ان انتوا تستخدموا نوع كريمه يكون حلو وطعمه حلو. هنا بقى الخليط بتاعنا الاولاني اللي عملناه كنت حاطاه في التلاجة، وبعد ما برد تماما وبقى ساقع جدا، ما ينفعش ننزله سخن خالص، ساقع كده وجمد زي ما انتوا شايفين. هو مش بيجمد قوي عشان هو اصلا مش محطوط له كميه نشا كبيره، ويدوب بس 3 معالق ممسوحين من النشا. حطيتها بقى على الكريمه وابتدي ان انا اضربها كويس جدا. لازم الخليط ده يبقى ناعم معانا كده ويبقى تمام. عايزه اقول لكم بقى في المرحله دي ان انتوا لو حابين ان الايس كريم لما تعملوه يبقى فيه كريستالات تلج اكتر، يعني القوام بتاعه في احنا عارفين في ايس كريم بيبقى كريمي كده ما بيبقاش فيه كريستالات تلج كتير، وفي العكس.
لو حابين بقى ان هو يبقى فيه كريستالات اكتر، حاولوا ان انتوا في المرحلة دي تزودوا نص كوباية من الحليب تاني، او نص كوباية من المية لو انتوا حابين. بس الطريقة دي بتديكم ايس كريم اقرب من الجاهز، ما بيكونش فيه كريستالات تلج كتير ولا اي حاجة، بيكون كريمي كده وحلو وطعمه غني جدا جدا. فهو ده القوام مظبوط. بس انا حبيت اقول لكم للناس اللي بتفضل كريستالات في التلج، زودوا نص كوباية من الحليب. هبتدي بقى كده اجيب علب، وهحط بقى فيها اول صنف وهو الايس كريم الفانيليا. طبعا ده عشان اكتر نوع طبعا محبب للكبار والصغيرين، فهو ده هيكون اكتر نوع معانا النهارده، يعني كميه كبيره كده من الفانيليا، من ايس كريم الفانيليا. الكريمه اللي انا جايباها فيها ريحه فانيليا قويه، فانتوا لو حابين ان انتوا تزودوا اكتر طعم الفانيليا وريحه الفانيليا، تقدروا ان انتوا تزودوا معلقه صغيره كده من بودره الفانيليا، او ممكن كمان نص معلقه كده صغيره من الفانيليا السايله لو انتوا حابين. بس انا حسيت انها مش محتاجه خالص، لقيتها تمام جدا. هنا بقى برضو جبت بولة كمان وحطيت فيها كمية من الكريم شانتيه، وقدها بالظبط من اي نوع فاكهة. انا حطيت اللي هي الفاكهة اللي احنا ضربناها مع بعض، اللي هو الاناناس اللي ضربناه في الكبة، حطيته كده تقريبا بيكونوا نفس المقدار، يعني نفس مقدار الفاكهة هو نفس مقدار الكريمة. وهقلب كويس جدا كده زي ما انتوا شايفين. وتقدروا في المرحلة دي ان انتوا تزودوا اللون بانكم تحطوا نقط كده من الالوان الجل اللي هي الصحية، متوفرة طبعا. بس اهم حاجة ان انتوا تجيبوا نوع نظيف وكويس، علشان في انواع بتكون طعمها حادق، او لما تزودوا منها كده بيبقى فيها مرارة وحدوقية كده، فخلي بالكم هاتوا نوع كويس. انا حطيت كده نقطتين من اللون الاصفر عشان كان لونها باهت كده، وبعد كده حطيتها في العلبة بقى. وهنشوف مع بعض تالت نوع معانا وهو الايس كريم ده. انا هعمله بالشوكولاتة. جبت على شوية من الكريمة، جبت شوية من جناش الشوكولاتة. جناش الشوكولاتة ده بعمله معاكم كتير قوي هنا على القناة، وهو عبارة عن كوباية من الشوكولاتة عليها نص كوباية من الحليب ومعلقة من الزيت عشان يدينا لمعة حلوة، وبخليهم كده على حمام مية او نحطهم شوية في الميكروويف ونقلب كويس جدا. هيبقى معانا احلى جناش شوكولاتة، وبس كده بتكون جاهزة معانا وزي الفل. هنا بقى قلبت كويس جدا علشان توصل للون ده. انتوا لو عايزينها اغمق من كده زودوا جناش تاني، عايزين مثلا في المرحله دي تزودوا قطع شوكولاته كده في قلب الايس كريم، برضو براحتكم خالص، يعني الحاجات دي على حسب الذوق. هنا برضو حطيتها في العلبه. ودلوقتي بقى انا حبيت ان انا اعمل عليها كده شويه من جناش الشوكولاته ده طبعا هيجمد ويبقى حلو قوي عليها في الاخر. هنا النوع الرابع الفراولة، طبعا اللي ضربناها برضو نفس الكلام. هقلبها كويس جدا. المفروض ان زي ما قلت لكم الفاكهة بتبقى قد الكريمة بالظبط. شايفين بقى الكمية كبيرة ازاي؟ عملنا 4 انواع تقريبا من لتر حليب. شايفين اللون؟ تقدروا برضو في المرحلة دي ان انتوا تحطوا لون احمر، عشان طبعا احنا بنعمل بقى ايس كريم بيتي، ولكن باحترافية الجاهز. في الايس كريم الجاهز طبعا لازم بيحطوا الالوان دي عشان تكون مبهرة كده للعين، يعني العين بتاكل قبل البق. فانا حطيت كده برضو من الوان الجيلي اللي قلت لكم عليها، الوان صحية جدا وملهاش طعم خالص على فكرة. هنا برضو حطيت النوع ده في العلبة كده. العلب دي بتكون ليها غطيان طبعا، ما ينفعش نسيبه كده في التلاجة عشان ما يعملش على الوش كده، هتلاقوه عمل تلج لو انتم مش مغطيين الايس كريم كويس. انا غطيتهم كده، حتى اللي ملهاش غطا دي غطيتها كده بورق استرتش كده، بقت تمام خالص. هبتدي بقى دلوقتي ان انا اخليها في التلاجة، وانا سبتها ليلة كاملة. تقدروا ان انتوا لو عملتوها مثلا الصبح، وتقدروا ان انتوا تسيبوها 6 ساعات وهتكون كويسة جدا. انا بقى بحب قبل كده ما اطلع الايس كريم كده واحطه في علب، بحب ان انا اسيبه يهدى شويه كده على الرخامه 5 دقايق علشان اقدر ان انا اطلعه كده بكل سهوله. عايزه اقول لكم الكبات اللي هي الورق دي بتلاقوها عند اي حد بتاع جيلاتي، تقدروا ان انتوا تشتروا منهم كميه. وممكن كمان تلاقوهم عند محلات مستلزمات الحلواني، يعني موجودين برضو مش هتغلبوا. لو ما عندكوش يعني طلعوا في اي حاجه، اطباق صغيره، بولات، اي حاجه، يعني مش فارقه. بس انا حبيت ادلع الولاد بقى، وان هم احسسهم ان هم بياكلوا كده جيلاتي جاهز من بره مش بيتي خالص. وبجد كان تحفه واحلى كمان من الجاهز 100 مره، وعجبهم جدا وكل شويه ياكلوا منه. شايفين
طبعا الخرفشه بتاعت الجيلاتي بتبين قد ايه هو القوام بتاعه ممتاز جدا، وده طبعا باين جدا من شكله. بجد الوانه حلوه جدا ومبهره، والالوان اللي احنا حطيناها دي فرقت جدا في شكله. بجد كان شكله زي الجاهز وطعمه زي الجاهز واحلى كمان. هنا بقى طبعا غرفته كده في الكوبايات دي، وكان شكلها حلو قوي. على فكره الاطفال بيفرحوا بالحاجات دي جدا، يعني اي ام تعمل الايس كريم ده بجد يعني يحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يجيبوا من الحاجات الجاهزه دي عشان يحسوا بجد ان هم بياكلوا بره. شايفين القوام عامل ازاي؟ طبعا بكل سهوله. اهم حاجه ان انتوا تسيبوا الايس كريم يرتاح شويه كده 5 دقايق عشان يكون سهل وانتوا بتغرفوه كده بمعلقه الايس كريم. وعايزه اقول لكم الايس كريم ده الاناناس اعملوه وما تقولوش لحد ان هو اناناس، هياكلوا على اساس ان هو مانجا. بجد طعمه حلو قوي، وخصوصا اللي هو الاناناس اللي هو بيبقى برتقاني ولونه غامق كده من جوه، بيبقى طعمه حلو جدا. شايفين بقى البولات كده محطوطه، شكلها حلو قوي. جربوها، ومتاكده ان انتوا لما تجربوها هتحبوه قوي قوي، يعني هتلاقوه اقرب كتير جدا للايس كريم الجاهز اللي احنا بنشتريه، بيبقى غالي خالص. لو حسبتوا بقى التكلفه والحاجات اللي احنا ضفناها النهارده هتلاقوا ان التكلفه بسيطه جدا، يعني اقل كمان، اقل من الاقتصادي الايس كريم ده. شايفين؟ حبيت بقى ان انا ادلعه في الاخر، وحطيت البسكوتات دي، بتبقى بسكوتات كريسبي كده وحلوه، بيحبوها برضو الاطفال. يعني دلعوهم كده واعملوا حاجات كده ترطب على القلب. مش هتلاقوا طبعا احلى من الايس كريم اللي يرطب على القلب في عز الحر. وهنا طبعا لازم طالما في ايس كريم يبقى في بسكوتات برضو. الايس كريم دي كنت جايباها برضو من اللي بيبيع جيلاتي، بتجيبوا منه العدد اللي انتوا حابينه، بيبيعه لكم عادي خالص على فكره. بجيبهم كده، انا اصلا بحب الجيلاتي في البسكوته دي، فما فوتش طبعا الفرصه وجبتها، وبجد كانت تحفه جدا، كاننا بناكل ايس كريم جاهز. جربوها يا جماعه، الوصفات دي بجد تحفه، ومتاكده انها هتعجبكم ان شاء الله. لو انتوا وصلتوا معايا بقى لغايه هنا، ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكم، وكمان تشتركوا في قناتي عشان تشوفوا ان شاء الله كل يوم وصفه جديده. وما تنسوش كمان انكم تقولوا لي رايكم في الوصفه في التعليقات، تعليقاتكم بجد بتفرحني كتير. وان شاء الله اشوفكم على خير بكره في وصفه جديده وفيديو جديد، ودمتم في حفظ الله ورعايته. مع السلامه.